السر اللي عمرك ما عرفته، إزاي تدير مديرك how to manage your manager. طيب تعمل كده إزاي؟ إن أنت إن أنت تعمل اجتماع أسبوعي. خلاص؟ الاجتماع ده تركّز فيه على ال4 حاجات اللي هاقول لك عليهم دول. أول حاجة هتتكلم عن الإنجازات اللي أنت عملتها الأسبوع اللي فات، والنتايج اللي أنت حققتها. خلاص؟ وتظهر له النتايج دي تكون شكلها عامل إزاي، أو إيه اللي أنت حققته reference للtarget اللي هو طالبه، وده بيزوّد الثقة فيك جدًا، وبيخلّيه يحس إن أنت فعلًا شغّال. تاني حاجة هتتكلم عن المخاطر والchallenges اللي بتظهر معاك في الشغل في اللي بتظهر معاك عامةً أو اللي ظهرت معاك خلال الأسبوع اللي فات، وتبين له إن المخاطر دي أنت شايفها، وكمان لو المخاطر دي أنت مش شايفها على نفسك بس شايفها على الteam كله، فأنت بتبين له إنك كمان شايف مخاطر الteam كله أو الchallenges اللي بتقابل الteam كله، وتبين له إن أنت شغال على الحلول بتاعتها. تالت حاجة هتتكلم عن الpriorities أو الأولويات اللي أنت هتشتغل عليها الأسبوع اللي جاي، وتتناقش معاه هل دي أولويات بالنسبة له، والّا تقعدوا تتناقشوا مع بعض وتعيدوا ترتيب الأولويات دي، عشان كمان تبقى شغال بالطريقة المضبوطة اللي هو عايزها أو بتطلّع النتايج اللي هو مستعجل عليها. وأهم حاجة إن أنت تبقى ضابط أولوياتك بتاعتك أنت مع أولويات مديرك. رابع حاجة هتقدّم له توصيات وأفكار تكون متناسبة مع الtarget أو الobjective بتاع المدير بتاعك وبتاع الفريق بتاعك، وتكون برضه متناسبة مع الobjective بتاع الشركة، وده هيزوّد الثقة فيك جدًا، وهيحس إن أنت فعلًا حد بيشتغل بطريقة smart، مش بطريقة الكمية والشغل الكتير اللي هي ممكن تكون ما بتجيبش نتيجة. جرّب ال4 حاجات دول، وجرّب الاجتماع الأسبوعي، وقُل لي في الكومنتات حصل إيه.